يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي اللي دايما بيبذل قصارى جهدي علشان يجيب لكم اهم وابرز الاخبار، وخصوصا الاخبار اللي تخص الكره المصريه. بصوا مش هطول عليكم في الفيديو ده، ولكن في الفيديو ده هكلمكم عن 3 حاجات في غايه الاهميه. اول حاجه وهو احمد فتحي. ايه قصه احمد فتحي؟ هل احمد فتحي يا جماعه بالفعل عايز يعتزل في النادي الاهلي؟ طب ايه قصته مع نادي بيراميدز؟ هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده. هنتكلم ايضا عن ابراهيم انداي. هل ابراهيم انداي يا جماعه فعلا هيشارك في مباراه المصري البورسعيدي ونادي الزمالك اللي طبعا في كاس مصر، ولا الموضوع هيبقى صعب يعني ان اللاعب طبعا مصاب وعارفين اصابته؟ طيب تهديدات مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي للاعبي النادي الاهلي. شارك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك عشان يوصل لكل الناس الفيديو ده، ويلا بينا سريعا نروح نشوف ايه قصه تهديدات مارسيل كولر. اولا يا سيدي باختصار شديد جدا، مارسيل كولر المدير الفني الحالي الراجل الفرفوش، الراجل المميز، الراجل اللطيف جدا جدا جدا، الراجل اللي بيحبب اللعيبه فيه باكتر من طريقه. يعني الراجل كان دايما بيتكلم مع اللعيبه اللي هو لا انا عايز مصلحتكم، فدايما عمل كده حب او قبول غير عادي غير طبيعي بينه وبين اللعيبه. بصراحه في الفتره القليله جدا اللي جه فيها النادي الاهلي قدر ان هو يكسب اللعيبه، يكسب ثقه اللعيبه حبته جدا جدا. فالراجل قال لهم بعد فتره الاجازه دي هفرض غرامات، وده تهديد صريح جدا. هفرض غرامات، الغرامه دي بسبب لو انت وزنك زاد هفرض عليه غرامه. طيب لياقتك البدنيه قلت برضو هفرض عليه غرامه. ليه يا عم؟ قال لك انا ما عنديش اي استعداد ان انا ابدا من اول وجديد مع اللعيبه مره ثانيه، ما عنديش اي استعداد اطلاقا ان انا ابدا من اول وجديد. شوف التفكير بقى وشوف الفكر. يعني انا كده كده هعرف احكمك انت اذا كنت معايا في التدريبات او في اثناء المباريات والتدريبات، وفي اثناء الاجازه برضو لازم احكمك. ده كان تهديد كولر للاعبي النادي الاهلي، ودي يعتبر اهم وابرز الكواليس اللي حاصله في الاجازه بتاعه لاعبي النادي الاهلي ومارسيل كولر. نيجي بقى بعد كده لاحمد فتحي. احمد فتحي يا جماعه في مصادر اساسيه وضحت وقالت ان مفيش اي حاجه حقيقيه بخصوص الموضوع ده اطلاقا. يعني ايه؟ يعني احمد فتحي ما قالش ان انا عايز اعتزل في النادي الاهلي، قالوا لا، نفوا الكلام ده تماما، وقالوا ان الراجل ما اتكلمش اصلا بخصوص ان هو عايز يكمل في يعتزل في النادي الاهلي او يعتزل في بيراميدز او كذا او كذا. ولكن كل اللي اقدر اقوله لك اني احمد فتحي خلاص كده يعني قرب اعتزاله، قرب بشكل كبير جدا جدا جدا، وممكن كمان تكون اخر حاجه معاه هو الموسم اللي احنا فيه ده في الوقت الحالي. طيب ابراهيم انداي هيشارك؟ ابراهيم انداي بنسبه كبيره جدا هيشارك. ابراهيم انداي كان تعرض لاصابه في العضله الخلفيه، ودي اللي اثرت عليه بشكل كبير جدا في مباراه هيلعبها نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، ودي طبعا هتكون في كاس مصر. فبعض المصادر داخل نادي الزمالك قالوا ان بنسبه كبيره بس ما اكدوش، يعني قالوا بنسبه كبيره اللاعب هيقدر يشارك مع الفريق في مباراه المصري البورسعيدي. ولكن ما اقدرش انا ادي لك الاوكي دلوقتي واقول لك ان الراجل بالفعل هيشارك، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان في مصادر اساسيه داخل النادي الاهلي قالت ان في شكوك حول مشاركه ابراهيم انداي داخل او في مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي. ده كان الفيديو باختصار. لايك للفيديو علشان يوصل للناس، واشترك في القناه وفعل زر الجرس.